من محافظة سوهاج وأسيوط و22 حالة جديري بالمدارس في سوهاج وأسيوط، والغدة النكافية تصيب 5 تلاميذ بالأقصر. قالت وزارة التربية والتعليم إن 19 حالة أصيبت بسوهاج بالجديري، وذلك مدرسة مجمع أبو دومة الابتدائية التابعة لإدارة طمة التعليمية. وفي محافظة أسيوط إدارة ابنوب التعليمية أصيبت 13 حالة بالجديري بمدرسة بني محمد الشهابية الابتدائية، وتم إبلاغ إدارة الطب الوقائي وعمل الإسعافات الطبية اللازمة، وتم منح الطلاب أجازة لمدة 15 يوم. وفي محافظة الأقصر أفاد تقرير غرفة عمليات التطعيم بإدارة الطود التعليمية أنه أصيب 5 حالات بالغدة النكافية، وتم إبلاغ إدارة الطب الوقائي وعمل الإسعافات الطبية اللازمة، وتم كذلك منح الطلاب أجازة لمدة 15 يوم. الحقيقة طبعا هي دي حالات تستدعي يعني هم 15 يوم، لكن اكيد هيبقى في ايام اكتر لو استمرت حالات الاصابة بيها. وطبعا لازم ادارة الطب الوقائي تعمل وقاية وتطعيمات، او يعني كل الاجراءات الوقائية اللي ممكن تتعمل في المدارس دي، لانها طبعا كمان ممكن تنتشر في أو اماكن تانية. معانا على التليفون دكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج. الو. الو. ايوه يا فندم. دكتور محمد، اهلا بيك معانا في حياتنا. دكتور، طمنا على اوضاع التلاميذ في محافظه سوهاج. لا، الوضع مطمئن في سوهاج، واحنا حالات الجدير المائي دي بتتخذ كافه الاجراءات الوقائيه، وبتحدث في هذا الموسم بالذات بتبقى فيه زياده في الاعداد. لكن عاوز اقول ان احنا في سوهاج اعتبروا 16 حاله، في منهم 12 حاله في مدرسه ابار الملك الابتدائيه في اخميم، وفي 3 حالات في مدرسه ام دومه، وحاله في مدرسه جعفر دي في طمة. يعني عندنا 4 في طمة و12 في اخميم. واداره الطب الوقائي مع الصحه المدرسيه بتتخذ كافه الاجراءات اللازمه، بحيث ان الاولاد بيدوم اجازه اسبوعين، وبيتم اتباع القواعد الصحيه السليمه في هذا الشان. دكتور محمد، طيب اولياء الامور يعني يبتدوا يعملوا اجراءاتهم الاحتياطيه ازاي بالنسبه لاولادهم اللي ممكن يصابوا؟ والله احنا الاجراءات الاحتياطيه نحاول ان هو الطالب ده او التلميذ يستخدم ادوات شخصيه ليه خاصه بنفسه، ممنوع اخواته يستخدموا الادوات الشخصيه بقدر الامكان. لو قدر يخليهم على جانب في المنزل بعيد عن اخواتهم، بياخد الراحه لمده 15 يوم دهوت، وما فيش اي خطوره ولا اي حاجه بالنسبه له. طب هو ازاي بيتم العدوى يا دكتور؟ ما احنا دلوقتي حاليا ده عباره عن الجدير، ده عباره عن فيروس، والفيروس ده من خلال الجو، من خلال الهواء، ممكن عادي جدا ينتقل من طالب للتاني. لكن احنا عشان كده بندي عزل او راحه 15 يوم ليه. طب هل لازم يتم تطهير للمدارس اللي بتحصل فيها حالات اصابه؟ لا، هو احنا بنركز على المدارس، استخدام قواعد النظافه العامه مهمه جدا، التهويه مهمه جدا. بنحاول ان احنا المطهرات في المدارس تبقى متوفره، التثقيف الصحي، واحنا موزعين الارشادات والتعليمات على كل مدرسه من مدارس المحافظه في اتباع هذه التعليمات. دكتور محمد، هل الجدير المائي بيكثر في فصل الشتاء مع البروده الجو ولا في اي وقت؟ لا، هو يعني في الموسم ده دلوقتي حاليا بالنسبه لنا في الاشهر دي ممكن، او في وقت احيانا وقت الربيع كده ممكن يحصل فيه زياده في بعض المواسم، يبقى ليه البيك بتاعته بتبقى زايده شويه. طب هل الاصابه بتتم على طول اول ما تظهر الاعراض على الطفل ممكن تنتقل العدوى، ولا كمان قبل ما يظهر عليه في فتره الحضانه؟ لا، ممكن في فتره حضانه، ممكن قبل ما تظهر العدوى، ممكن عادي جدا يكون الطفل، لكن احنا بناخد احتياطاتنا بحيث ان احنا ندي للطالب 15 يوم اجازه في المنزل. تمام. عموما احنا هنتابع مع حضرتك دكتور محمد عبد العال وكيل وزاره الصحه بسوهاج حالات الاطفال في الايام القادمه. شكرا لحضرتك معانا. شكرا. من موقع الاهرام، الرئيس يبحث مع مجلس